بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المشرق من جديد نقول لكم مرحبا بكم متابعين، نقول لكم دمتم أوفياء للقناة. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بأفضل وأحسن حال. وصفتنا لنهار اليوم كوردون بلو بطريقة سهلة ومبسطة، فقط بنصف صدر تاع دجاج راح تتحصلوا على واحد الوصفة هايلة وزاكية وتوجد ثمثم. نحتاج فيها كما قلت لكم نص صدر دجاج، نحتاج زوج فصوص ثوم وراس بصلة صغير فقط. راح نحطهم كامل في الخلاط الكهربائي هكذا. راح نضيف عليهم شوية ملح، شوية بهارات خاصة بالدجاج، وشوية فلفل أكحل. أنا هنا عندي فلفل أبيض هكذا، ونخلطوهم في الخلاط الكهربائي. راح تتحصلوا على هذه النتيجة، يعني خلوهم يتخلطوا مليح. هذا مكان. راح نحتاجوا بعد ذلك إلى كيس بلاستيكي نحطوا فيه كمية تقريبا 2 مغارف تاع الأكل من الخليط هذا هكذا. وإذا تعبكم تقدروا تبلوا إيدكم بشوية ماء وتعاودوا تبسطوها كما هاك. لازم تكون رقيقة شوية، يعني ما تكونش خشينة هكذا. حاولوا نديروا شكل دائري هكذا، يعني الماء راح يساعدكم فقط باش ما تلصقش في اليد. بعد ذلك راح نجيبوا كميه من الجبن. هنايا الجبن اختياري، انا درت جبن مثلثات، نتوما تقدروا ديروا اي جبن متوفر عندكم. نحطوه بهذا الشكل ونبسطوه كذلك شويه، ونعاودوا نغلقوا الدائره باش نتحصلوا على نصف دائره، يعني بهذا الشكل هكذا. ونحاولوا نغلقوها جيدا، غلقوها مليح هكذا كما راكم تشوفوا. يعني طريقه راهي سهله ومبسطه، يعني اسهل منها هذه الوصفه وهذا الطبق ما كان. بعد ذلك نحطوها في المجمد تقريبا 5 دقائق ولا، ونروحوا مباشره نحضروا المكونات الاخرى. نحتاج فيها 2 بيضات، هنا درت لهم رشه تاع ملح، ونحتاجوا لا شابلي، راح ندير له شويه بابريكا حار وبارد. هنا اختيار، يعني اللي يحب اللمسه تاع الحار ديروا شويه، اللي ما تحبش ما ديرش، تقدروا تستغنوا عليها. نخلطوها هكذا مليح. بعد 5 دقائق راح تتحصلوا على الحشو اللي كنا حضرناه بهذا الشكل. ماهوش جامد ولكن يطوعكم في الخدمه، يعني ما يتعبكمش. نحطوهم في البيض هكذا بهذا الشكل. بعد ذلك نحطوهم في لاشابلور، يعني كما راكم تشوفوا طريقه سهله تحضروها ثمثم. يعني اذا عندكم ضياف ولا عندكم مناسبه ولا حبيتوا نتوما ديروا يعني عشاء خفيف ظريف، هذه الوصفه يعني سهله ثمثم توجد كما راكم تشوفوا. راح نحطوها تتقلى مباشرة. بعد ما توجدوها حطوها مباشرة تقلوها في الزيت، وراح نوري لكم شكلها بعد ما طيب. لازم تخلوها طيب على نار متوسطة. وهذا هو شكلها. هنا الحبة كما راكم تشوفوا قصيتها بشكل طولي، وهذا هو الشكل تاعها. شوفوا كيف تجيكم من الداخل، تجي محشية بالجبن، تجي ما شاء الله وطرية وثمثم كما قلت لكم توجد. يعني هذا الطبق راهو ساهل وزاكي كذلك. يعني هذه الكميه الصغيره خرجت لي 6 حبات كما راكم تشوفوا، يعني ملاح. بعد ذلك راح نصبوا عليها هذه لاصوص اللي كنت حضرتها بلا كريم فريش، اللي كنت حطيت لكم الفيديو تاعها سابقا. الفيديو الجاي ان شاء الله نحط لكم طريقه تحضير هذه الصلصه السهله الخفيفه اللي تجي بلا كريم فريش، طريقه ولا اروع ولا اسهل. يعني ثمثم كذلك توجد. حبيت فقط نخليها وحدها هكذا باش الفيديو ما يجيكمش طويل، وفي نفس الوقت يعني كل حاجه تستفادوا منها وتدوا المعلومات تاعها بالتفصيل هكذا باش ما تخلط لكمش. هذه الوصفه تقدروا تحضروها في شهر رمضان المبارك، ولا تقدروا ديروها للعشاء ولا ديروها لضيافكم. يعني وصفه ولا طبق هايل. تقدروا كذلك ترافقوا معاه الروز، راح يجيكم كذلك هايل. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وبرتاجوا لتعم الفائدة. والسلام عليكم.